السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. النهاردة بقى هنعمل شوية شوربة كده حلوين، اللي عايز يعمل شوربة حلوة يتبعني. أنا طبعا بنشوح اللحمة الأول في الحلة وهي فاضية بعد ما سخنها، وبعدين لونها يتغير أروح حاطة البصلة زي ما انتوا شايفين كده مخرطاها تخريط عادي بالسكينة، وبعدين نسيبها بقى كده لغاية ما تدبل البصلة بشوية فلفل حلوين كده، وبعدين نروح نكونوا مخرطين بقى طماطمتين ونسقطهم كده على البصلة ونوزعهم في الحلة، ونروح سايبينها كده مهديين النار ومغطيين الحلة لحد الطماطم ما تدبل زي ما انتوا شايفين كده، بس اوعي تحرقيها طبعا وتلزق منك عشان متاخدش قعر وتبقى لون الشوربة مش حلو. هنكونوا غاليين بقى مية كده، ومية تكون كافية لأن المية طبعا بتتبخر في الشوربة واللحمة بتغيب على النار، فلازم تكون مية كافية عشان ما تزوديش مية وهي على النار. اهي هنغطي بقى كده بعد ما تغلي، نغطي عليها خالص لغاية ما تستوي. هنعمل شوية قلقاس بقى كنت مفرزاهم في الفريزر، وبرضو السلق ده كنت مفرزاه في الفريزر فطلعته على الطاسة كده على طول. بنخليه بس يفك كده، ولو فيه مية بتنزل منه عشان هو بيبقى طبعا في قلب الفريزر بيبقى فيه تلج. بعد كده هنحط له معلقة سمنة. ده الشوربة، بص لون الشوربة بقى لونها حلو ازاي. حطيت فيها القلقاس من الفريزر على طول على الحل، فبرد الشوربة فلسه ما مستنية ما يغلي بقى عشان نبقى نوطي عليها يعني. حطيت معلقة سمنة هنا بقى صغيرة، وبنحمص كده الايه القلقاس البتاع ده السلق، وهنحط وعودين خضرة يعني معاه. وبعدين خدته من الطاسة ده ضربت، انا ما عنديش الخلاط بتاعي بايظ، هو المفروض ينضرب في الخلاط لما ينعم، فانا دقيته في الهون بس ما نعمش قوي. ما تنسوش الخضرة بقى، عودين خضرة كده اللي هي اللي هي ايه الكزبرة. فحطيت بعد رجعته تاني الطاسة، وحطيت بقى ايه توم اهو مدقوق، وبنقلبه كده حلو لغاية ما التوم بس لونه يدوب كده ايه يدي ريحة حلوة. طبعا عشان بصور فانا ما عرفتش امسك الطاسة واحطها في الحلة، فانا عملت العكس، خدت شوربة من الحلة حطيتها على الايه على الطاسة عشان التوم ما يتحرقش يتحمرش اوي، لو اتحمر اوي هيمرر. وبعدين قلبته في الحلة بقى اهو النتيجة بقى اهي. بس طبعا الغلطة ان انا ايه ما دقتش البتاع ده كويس. السلام عليكم.